ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة البلدي المشوية بتتبيلة روعة، وبالأمانة كده ريحتها بتبقى جايبة آخر الشارع، غير الطعامة والحلاوة. تنفع معاكي في سندوتشات، تنفع معاكي في الرحلات، تنفع كمان لو انت عايزة تعملي أكلة سهلة وخفيفة مش بتاخد معاكي غير 10 دقايق. وكمان تنفع في الدايت اللي بيعملوا رجيم وعايزين أكلات صحية. شايفين المنظر؟ فيلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض واحدة واحدة. معايا هنا نص كيلو من الكبدة البلدي. الكبدة طبعا مش بتتغسل، يعني انا كده اشتريتها وهتعامل معاها زي ما هي. معايا فنجان من عصير مية البصل، على الطماطم، على فلفل توم، كله فرماه في الخلاط ومصفياه واخده المية بتاعته. مش هعمل كده، هجيب طماطمايه مبشورة على عصير بصل، مية بصل، فصين 3 توم مفرومين، وبس على كده. معايا هنا حوالي كده عصير نص ليمونة، يعني ما يعادل معلقتين كبار. معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من الخل. دي المكونات اللي احنا هنحتاجها في تتبيلة الكبدة بتاعتنا. بالنسبة للتوابل معايا نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكزبرة وزيها الكمون، نص معلقة صغيرة من البابريكا والسبع بهارات، رشة كده من الكركم وفلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة مليانة من هريسة الشطة، بتفرق جدا في طعم الكبدة. مش متوفرة عندك ممكن تبدليها بالشطة أو ممكن تستغنى عنها خالص. بس كده هنبتدي بقى. قبل ما نشتغل في الكبدة، في معلومة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها، ان قطعة الكبدة بيبقى فيها كده طبقة شفافة كده بتلمع على وش الكبدة. دي لازم تستغنوا عنها وتشيلوها، لان لو عملتوها في الكبدة هتشد معاكي، وكمان هتلاقيها لوت معاكي كده وانت بتشويها، يعني هتلاقيها تنت. فاهمين؟ مش هتطلع معاكي القطعة مفرودة، بتبقى طبقة شفافة خفيفة خالص كده. بتبتدي بالراحة، تبدأ تشيلوها بالشكل ده. طيب انت لو قطعة الكبدة معاكي على بعضها هتبقى سهل جدا انك تشيليها. انا الصراحة جبتها فكانت متقطعة وجاهزة، فبدأت كده امسك شريحة شريحة وابتدي اشيل الطبقة الخفيفة. هي بتبقى طبقة شفافة كده عاملة زي كيس البلاستيك. بصوا هي هتطلع معاكم بكل سهولة، بس اول ما بتطلع كده بتخلي الكبدة بتبقى احلى واحلى. خلصنا كل الكمية. انا الكمية هنا كانت متقطعة وجاهزة معايا، فهي يعني رقيقة شوية. انا بحب الكبدة تكون سميكة اكتر شوية، فيعني هو لو كده تمام، بس لو اسمك من كده هتبقى احلى واحلى. خلاص هنا شرايح الكبدة بقت جاهزة معايا. نبتدي نجيب البولة ونعمل التتبيلة بتاعتنا. هنزل بكل المكونات: الخل مع الزيت مع الليمون وعصير مية البصل والطماطم، وكمان التوابل. التوابل بتاعتنا لو انتوا حابين تشيلوا منها نوع او تضيف نوع، فبراحتكم على حسب ما انتوا حابين التتبيله بتاعتكم اعملوها. هنقلب كل المكونات دي كده مع بعض. بالامانه ريحتها فظيعه، تتبيله مشاوي لاي نوع مشاوي ممكن تعمليه. هنزل بقى بكل شرايح الكبده بتاعتنا. شايفين الشريحه عامله ازاي؟ شايفين السمكه بتاعتها؟ على حسب السمك اللي انتوا عايزينه، بس زي ما قلت لكم لو اسمك من كده شويه هتبقى احلى واحلى. هبتدي انزل بكل شرايح الكبده بالشكل ده في التتبيل. طيب ينفع اعمل الحركه دي واشيلها مثلا في الفريزر؟ هقولك هو ينفع، بس الكبده بالذات لو تبلتيها واستعملتيها على طول بتفرق جدا في الطعم وبتبقى احلى. انا هسيبها كده في التتبيله يعني حوالي ساعه، مش هسيبها اكتر من كده. لكن لو انت عايز تسيبيها وقت اطول تمام، تسيبيها من قبلها بليله برضو تمام. بعد ساعة كده من التتبيلة، طبعا حطيتها في التلاجة. شايفين هنا الكبدة شربت من التتبيلة وبقي شكلها تحفة، وكمان ريحتها حلوة جدا جدا. ينفع بقى تقطعيها شرايح وتعمليها مع بصل وطماطم، وينفع تشويها زي ما انا هشويها كده. قبل ما نشوي الكبده، لانه معروف انها مش بتاخد وقت، هنبتدي نحضر السلطات بتاعتنا. فانا كنت عامله طبق سلطه كده: شرايح طماطم، خيار، بصل، فلفل حار على بارد، خضره مقطعاه كده ومتبلاه. وكمان عامله طبق سلطه طحينه، وانا عملت معاكم الطحينه قبل كده في فيديوهات كتيره. كل الفيديوهات دي هتلاقوها موجوده على القناه. وكمان كنت محمرة جنبها بطاطس فارم فريتس. البطاطس مجرمشة من بره وطرية من جوه وخطيرة. برضو الفيديو موجود عندكم على القناة. كل الفيديوهات دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف للي حابب يشوف. قبل ما تشوي الكبدة حضر السلطات بتاعتك، لان الكبدة يعني في ثواني كده بتكون جاهزة معاكي عشان تتاكل وهي ساخنة. هنا تبلنا البطاطس وهنبتدي نجيب الطبق بتاعنا.
رشة حلوة كده من الخضرة كمان، لو انت عايزة تقطع شرايح بصل يعني اللي انت حباه حطيه، بس الخضرة افضل لان الكبدة بتحب الخضرة. وهنزل عليها كده بالبطاطس بالشكل ده. طبعا التقديم على حسب راحتكم وعلى حسب ما انتوا حابين، وبرضه حابين تاكلوا جنبها اي حاجة تاني فبرضه اللي انتوا عايزين. حضرنا البطاطس، يلا بينا كده نروح على الجريل بتاعنا ونبتدي نشوي الكبدة بتاعتنا. الجريل يكون ساخن، ما عنديش جريل في اي طاسة، بس تكون طاسة غير لاصقة عشان الكبدة تطلع معاكي ما تتبهدلش، تطلع كده مستوية ومش مبهدلة. حطينا قطعة زبدة، ما عنديش يبقى قطعة سمنة، اي دهون، معلقة زيت. كمان مش حابة تحطي دهون خالص فبرضه براحتك اللي انت حباه. هنزل عليها بشرايح الكبدة. وبعد ما حطينا الكبدة كده في الجريل ما نقلبهاش، ابدأ سيبيها كده لغاية ما تبدأ يطلع معاكي اللون الأحمر اللي هو الدم الأحمر ده يطلع من الأنسجة بتاعة الكبدة. وبعد كده قلبيها. يعني حاولوا ما تهدوش النار يا إما تكون عالية يا إما تكون وسط، لأن لو انت هديت عليها النار الكبدة هتنزل المية بتاعتها وهتشد معاكي وهتطول معاكي في التسوية. وبرضه عشان الكبدة تطلع ناجحة معاكي، حاولي ما تطوليش عليها على النار، يعني اول ما تبتدي تستوي كده وتحسي ان هي خلاص استوت وبطلت تطلع نقط حمرا كده دم احمر، كده يبقى هي تمام تطلعها على طول. وانتي شغالة في الكبدة الجريل بتاعك كده هيبدأ يعني يطلع صمات كده وسواد، بمنديل فاين ويبدأ يشيليه عشان الكبدة بتاعتك تطلع نظيفة وكده ما فيهاش سواد كتير. بس بالأمانة لو عملت الخطوات دي في شوي الكبدة وانت بتشويها هتطلع معاكي طرية وجوسي وطعمها خطير. أول ما تحس الكبدة استوت معاكي شيليها على طول من الجريل، ما تخليهاش على النار، لأنك لو سبتيها على النار فترة أطول هتشد معاكي كده وهتبقى عاملة زي البلاستيك. شايفين هي طرية ازاي؟ طرية طراوة خطيرة وطعمها كمان تحفة. بالأمانة كده ريحتها كانت جايبة آخر الشارع. أحلى كبدة مشوية ممكن تعملوها بنفس الطريقة. السواد ده بمنديل فاين كده شايفين هيطلع معاكم بكل سهولة. يفضل تمسحوه قبل ما تحطوا طبقة تاني من الكبدة عشان تطلع معاكم نظيفة. بعد ما شلنا السواد يعني رشة زيت خفيفة كده على الجريل، وهنبتدي نكمل باقي تسوية الكبدة بتاعتنا. وبس كده احلى كبدة ممكن تعملوها بأسهل طريقة، ما خدتش معانا 10 دقايق. تنفع معاكي بقى في السندوتشات، تنفع معاكي في الرحلات، لو عايزة تعملي أكلة سهلة وسريعة ومش عارفة تعمل ايه. بالأمانة كده خطيرة. شايفين الكبدة تحفة. رشة خضرة كده من على الوش ونبدأ نزين الطبق بتاعنا. شرايح من الليمون على حسب بقى اللي انتوا حابينه تاكلوه مع الكبدة بتاعتكم. ممكن فلفل حار بقى. وتعالوا بقى كلوا معانا بألف هنا وشفا. شايفين المنظر؟ انا عملت معاكم الكبدة البلدي قبل كده بكذا طريقة، كل الفيديوهات دي هتلاقوها موجودة على القناة. ويلا كده اللي يشوف الفيديو ما ينساش اللايك والشير عشان الكل يستفاد. شايفين الكبدة طرية ازاي ومستوية وطعمها تحفة. اكلة سهلة وخفيفة وتنفع معاكم كمان في الدايت اللي مش بيحب الاكلات اللي فيها دهون ودسم. فيلا كده جربوها وهتاكلوا احلى اكلة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. أشوفكم على خير. باي باي.